اهلا بكم في فيديو جديد من قناة كيمياء الكوارث. النهارده احنا بنحاول نعمل مع بعض آه نيتروسيلولوز. النيتروسيلولوز ده عبارة عن مادة قطنية زي ما انت شايف، لانها بتيجي فعلا من القطن. تمام، بتيجي من عملية نيترة القطن. بتحط القطن في محلول من حمض النيتريك وحمض الكبريتيك اللي هو مية النار، وبفعل ده بيحصل نيترة للقطن ده عشان تكون النيتروسيلولوز ده. النيتروسيلولوز ده ممكن تستخدمه بانك تحله في مذيب قوي زي الاسيتون، وتستخدمه في الدهانات زي الورنيشات النيتروسيلولوز اللي بتمتاز باللمعان والشفافية الشديدة. تمام. او ممكن تستخدمه برضو في عمل الحشوات المتفجرة، لانه مادة متفجرة طالما بيحتوي على مجموعة النيترو، فبيتأكسد لوحده بسرعة شديدة جدا ويحترق، وبيكون غازات قادرة ان هي تزق المقذوف. تمام. والنيتروسيلوز ده كان بيستخدم كبارود ابيض زمان، ومن مميزاته ان هو مش حساس آه للطرق، يعني مش حساس للطرق. لما في بعض الحاجات بتتركها بتنفجر. ده الى حد ما امن الاستخدام، بس برضو لو ما تعاملتش معاه بحرص او كمية كبيرة منه طالها نار هتتحول لكارثة، واحنا مش عايزين ده يحصل. تمام. بتعمل ايه بقى؟ بتاخد الفايبر بتاعك او القطن اللي هو عبارة عن السليلوز. تمام. وبتحطه في حمض النيتريك وحمض الكبريتيك. تمام. وتسيبه فترة زمنية حوالي 24 ساعة. تمام. وبعد كده بتيجي تصفيه من الحمضين دول. تمام. وتغسله لان عايز تشيل الاثر الحميضي اللي موجود فيه، فبتغسله بمحلول قلوي. تمام. وبعد تغسله بمحلول قلوي تاخده تجففه، ويفضل تحطه يعني ايه في منطقة مشمسة لحد ما ينشف. وبعد كده بتكون معاك ايه المادة دي، نيتروسيلولوز القطن. تمام. على حسب تركيز الحمض ووقت العملية بيتكون اشكال مختلفة من النيتروسيلولوز ده، بعضها بيبقى حبيبي جدا، بعضها قطني اكتر من كده، وعلى حسب برضو الشكل بتاعه بيبقى جفافه لما بتعمل منه دهان بيبقى جفافه اسرع او ابطأ على حسب انت قعدته قد ايه في ده وعلى حسب شكله. تمام. المادة دي خطر، وعشان كده في مصر مثلا ما بينتجهاش غير شركات لها علاقة بالدولة، ما بتنتجهاش شركات خاصة، بيجي مستورد او بيجي من شركات حكومية. تمام. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك ودوس لايك، وسلام.